كابتن جمال، احنا الماتش اللي فات لعبنا 3-4-3 واللي قبليه 3-4-3. النهارده الراجل غير اعتقد 4-3-3 من المباريات حتى المسلوسي كمان مثلا بيشتغل، خد ان هو يشتغل على الجنب او اللي جوه شويه مع الاثنين المساكين، سواء الزناري بقى موجود او عبد الغني او حسام عبد المجيد. النهارده الراجل غير طريقته بلعب 4-3-3. شايف ان تأثير ده من الناحيه الفنيه، هل تأثيره سلبي ولا كان ايجابي بالنسبه لتيم الزمالك؟ اعتقد النتيجه ترد يعني. في الامور اللي زي دي يا كابتن طارق نقدر نقول المدرب فيريرا كان شايف ان هو لو لعب بالطريقه دي ضد اسوان هينجح، الطريقه هتنجح 4-3 عكس الاسماعيلي. يعني بيختار الطريقه حسب المنافس قصدك. طب وده صح ولا غلط؟ لا، هو اللي يقول صح ولا غلط. انما احنا شايفينها انها كانت قليله قوي في الهجوم خالص. يعني الموضوع قليل جدا. يعني الجزيري لوحده حتى لو خدها، يعني احنا بنعتب على الجزيري النهارده ان كل كره بتروح عنده بتضيع وهو لوحده وزيزو على الطرف وشيكابالا على الطرف، هيلعبها لمين؟ ما هو امام عاشور برده كان مع زيزو على الطرف وكان فتوح على الطرف وكان زيزو الناحيه الثانيه على الطرف والمسلوسي وراهم. فهو الجزيري مع مين؟ هنجيب بقى هجومي يا كابتن جمال. إيه؟ عمق هجومي مفيش يعني هو لوحده. فهو شاف ان هو عايز يلعب الشوط الاول كده، فطبعا كنا وحشين جدا. احنا عمرنا ما هنلعب شوط زي دوت. احنا لو قعدنا 100 سنه في الشوط دوت مش هنلعب. فريق اسوان كانت ماشيه مع طارق بلغه الكوره، ماشيه مع الكوره، بتطفش بتجيلهم، بتخبط في راس واحد تروح رايحه لهم، الثانيه بتروح لهم. انت قعدت 100 مره تقول ناخد الثانيه ولا مره واحده اللعبه الثانيه يعني. راحت لهم كل يعني واقفين غلط وبتروح لهم، واقفين صح وبتروح لهم. ده حتى اللي راجع من الديفنس بتاعنا كان بتوع اسوان بياخدوها برضه. بتروح لهم طول ما انت مش واقف كويس. كده بتروح لهم يا طارق. فهي كانت ماشيه معاهم. هي مباراه كره قدم وخلصت على هزيمه، ومش مشكله الكره مكسب وخساره. بس احنا النهارده يعني ما نقدرش نقول ان احنا كنا احسن من اسوان عشان نكسب. لا، احنا كنا وحشين النهارده صح. وهنصلح. احنا بميزتنا ان احنا بنبص في ورقتنا بنشوف ايه اللي غلط وبنصلحه. وكويس انها جت بدري يعني ان شاء الله باذن الله نلحق نعوض يعني انت بعد ماتش المقاولين يا طارق كسبت الاسماعيلي سهل جدا باداء، صلحت بسرعه، بصيت في الورقه وصلحت بسرعه. فان شاء الله نصلح بسرعه. وبس انا كنت عايز اقول ان احنا ممكن نطالب بامين عمر ده ما يحكمناش تاني. ليه؟ اولا نهى الشوط الاول في الدقيقه 48 وكان عنده 2 كورنر وهدف. يعني 2 كورنر وهدف فيهم على الاقل دقيقه وربع. ماشي، نهى بالظبط ما اداش دقيقه الهدف لما حضنوا بعض وراحوا لغايه السنتر. 2 كورنر اتلعبوا على بال ما الولد مشي من نص الملعب لغايه راح الكورنر. دي فيها دقيقه ونص، دقيقه وربع ماشي. فمش مشكله، مش فارقه. هو طبعا احنا مش هنتلكك على الدقيقه وربع والدقيقتين. نيجي الشوط الثاني، نهى قبل 98 دقيقه. نهى قبل 97 دقيقه. نهى قبليها وكان في تغييرات وكان في انذار لفريرا وكان في خناقه، فاهمني؟ ونهى قبليها. طب انا برضو مش فارقه، يعني مش فارقه معايا الحاجات دي. بس بقى بتاع الاهلي، بتاع النادي الاهلي اللي حكم، اللي هو طارق عادل دوت، ولا طارق اسمه ايه؟ طارق مين اللي هو؟ محمد عادل. لا، طارق حاجه. طارق مجدي. ادى فوق الوقت الضايع بكورنرين للنادي الاهلي لغايه ما تعادل. وامين عمر بيصفر قبل الوقت. فانا بقول لك انا مش هتلكك على الدقايق دي، بس اديني حقي. انا بطالب بحقي. يعني انت اديت للنادي الاهلي زياده عن حقه وجيت عندي خدت مني حقي. يبقى اذا كلاتربيرج بيقول لهم النادي الاهلي خلاص، يعني نقول للزملكاويه خلي بالكم، اللي هو رئيس لجنه الحكام دوت ادى تعليمات خلاص النادي الاهلي. فاحنا بنقول انت قصدك ماتش ابراهيم نور الدين اللي كان الحكم، مش طارق مجدي؟ لا الاهلي وسيراميكا. لا، اللي هم 2 كورنر وجايد اللي هو اللي كسب في 2 كورنر اللي هو كان سيراميكا. لا مش سيراميكا. لا مش سيراميكا، ابراهيم نور الدين. لا سيراميكا الكورنرين اللي جم ما جوش جول. هو بيتكلم على الهجمه المرتده فصفر. مش كده احمد سامي. انا بتكلم على اللي قبليه اللي هو تعادلوا فيه. كان مين؟ طلائع الجيش ولا كان مين؟ كان مين يا جماعه؟ الاعداد يقول لي كان اتعادل في اخر ثانيه النادي الاهلي. مين يا جماعه؟ قبل ايه؟ قبل سيراميكا يعني؟ قبل سيراميكا. ده فاز في اخر ثانيه بتاع الكورنر. ايوه بتاع الكورنر كان مين؟ ما هو ده سيراميكا. لا مش سيراميكا، فاركو. فاركو. مين الحكم؟ طارق مجدي.
وانا فاكر. طيب ماشي تمام اتفضل. اداله فوق وقته لغايه ما جاب الجول. احنا نهى قبليها، فانا مش محتاج الدقيقتين وثلاثه، انا عندي 90 دقيقه العبهم وانا كان ممكن اجيب 100 جول. بس ده حق ولا مش حق؟ حقي. فانا اديني حقي، وزي ما بتدي النادي الاهلي اكتر من حقه. دي علامه استفهام يا طارق. طيب تاني حاجه لو جينا للثلاث اهداف كلهم كور ثابته. يعني الكورنرين بتوع اسوان والكره الثابته بتاعتنا الفاول، ده اكبر دليل ان الارض برده ما ساعدتش لعيبه الزمالك على اللعب بتاعنا اللي هو الجميل الفني والهندسه. اكيد الارض بقى يعني فيها حاجه ان ما عرفناش حتى نروح للجول. الكره نوقفها تجري، الكره تيجي تعلى مننا. فالكور كل الاجوان جت كور ثابته. ليه؟ لانك انت بتوقفها على حته عاليه وبتبتدي تلعب الكوره وبيطلع فدي برده نقول لجمهور الزمالك ان الارض كان عليها عامل برده، ان اللعيبه بتاعتنا العب في اي ارض بس انت مش واخد على الارض دي. زائد برده ما قال الكابتن وليد ممكن يكون برده اللعب الظهر زي ما الاهلي لعب بالليل، احنا لا نلعب الظهر، مع ان الاهلي لعب بالليل وكان في صيف ووضبوا له الاستاد وكل حاجه. انت تلعب الظهر عادي مش مشكله، انت تلعب الظهر. لجنه المسابقات برده عايزه كمان عايزه تطوير في المخ والثقافه، ان زي ما بتلعب الاهلي في وقت معين لعب نفس الزمالك عشان ما يبقاش في حجه لاي حد ان ما تلعبش ده بالليل وده الظهر وده تاجل له ماتش وده تخلي له ماتش. ففي حاجات كتير جدا عايزه تتغير يا طارق، واحنا ان شاء الله باذن الله هنفضل وراهم لغايه ما العدل هو اللي يسود.